السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. احنا رايحين نصلي العيد دلوقتي. مش متشيكين احسن حاجة لان احنا ان شاء الله في بهدلة هتحصل، وجايبين معانا هدوم كمان تانية علشان بإذن الله هنذبح بنفسنا. ده أول سنة والأول مرة تقريبا هضحي بنفسي، إن هو أنا هذبح بنفسي وأظبط كل حاجة مع نفسي. ربنا يتقبل. تابعوا معانا كده نشوف النهارده يحصل فيه إيه. إن شاء الله يبقى حاجة كويسة، وإن شاء الله تبقى تجربة جميلة جدا. متحمس جدا ليها، يعتبر مش نايمين بس يلا الحمد لله. يلا بينا. ادي صاحبنا جه اهو اللي رايحين معاه بإذن الله، اللي طلع معانا في فلوج رمضان. عيد مبارك. عيد مبارك اهو. اللي طلع معانا قصدي في الجمعة. فيلا بينا، توكلنا على الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر ولله الحمد. كل الله عند المشعر الحرام. الله أكبر الله أكبر. أن يومكم هذا يوم العيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله لسه مخلصين صلاة على خير اهو. حاليا ناحية البحث عن الخروف الجميل بإذن الله. دعواتكم كده نلاقي حاجة كويسة على طول يعني، ونعرف نخلص الموضوع على طول بإذن الله. يلا يا مساء. هلا والله. كل عام وانتم بخير. عيد الأضحى مبارك. الصحة والسلامة. دوت خروف احد الشباب برضه نفس الشيء اشتراه ومش عارف هيتذبح فين، ف ان شاء الله نجيب واحد احنا كمان ونشوف كده مكان نذبحه باذن الله. ربك كريم. هنا ابو الهدهيم ما ادري متى بيضحي بس ان شاء الله قريب. هنا ابو الهدهيم قاعد يختار اضحيه. توفيق جميل. نربط ثلاثة في مصر. نربط اثنين ورا او اثنين قدام وتمسكوا من القرن بتاعه. لا عاقل مش عاقل ولا بيت صوت. السلام. اشترينا خلاص يا شباب، اشترينا الحمد لله.
دلوقتي حصلت مشكلة ان هم بيقولوا ان ممنوع انك تذبح في المكان دوت، في قانون جديد بقى ومش عارف شدده، ما عنديش معلومة بصراحة، بس الشباب كانوا بيذبحوا هنا قبل كده. فبنكلم كذا حد تاني نشوف كده ممكن نذبح فين او ممكن نشتري ونذبح فين، وان شاء الله يا رب نلاقي حاجة. بس مش عايز اتضايق عشان الموضوع لسه يعني، بس يلا خير ان شاء الله نلاقي حل والموضوع يتصلح على طول باذن الله يا رب. ادهم قاعد يتجهز عشان يروح عشان يذبح باذن الله. توفيق يا وحش. نوت الاستاذ بتاعنا. هذا الذي ان شاء الله سيتم القضاء عليه. مكان الذبيحة ان شاء الله. بسم الله. ادهم السنة الموسم يشوف لأنه قطعياس. قاعد يقول له حد ولا لا؟ هذا حسب فهمي صراحة، ما ادري. صحيح صح. فهمت صحيح حبيبي. بسم الله. عيد الأضحى المبارك 1444 مدينة كاترينبورغ. أدهم. بسم الله. إله محمد. اللهم منك وإليك. على الله أكبر. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم منك وإليك. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. أو سكران عارض. الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله. لا وشاء. إن شاء الله. يلا قول ونعم ونعم والله يا أدهم. الحمد لله. اللهم مبروك وإليك. أول غنائم أكيد هذه الذكريات. عيدكم مبارك. عيدكم كل سنة وانتم بخير. كل عام وانتم حيين بخير. 1444 هجري. كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى المبارك. 23. اكيد يعني عيد اضحى مش كح كده يعني. يمكن يا أخي نويت اشتغل أول تجربة ذبيحة، أول تجربة أضحية، واحدة كاملة، أول واحدة كاملة الحمد لله. وهنا ما شاء الله. عاد تذكرنا، لا شفت الفيديو بعد سنين أرسل لي. اكيد باذن الله. يلا. ان شاء الله ما انا مقطعات. بإذن الله. تنقل الجديد تعرف عليه. ونعم والله. عنترة وقاسم 2 في 1. دبي خليه يصور. صاحبي مجلس فيك النسلان. قولي بستك النسلان هذا. بسم الله. هنا خلصنا الحمد لله. الذبيحة جاهزة الحين. وهنا وصلنا الحمد لله. الحمد لله راجعين دلوقتي مع الاخ. السلام عليكم حبيبنا عنتر، الله يكرمه، تعبنا النهارده معانا سبحان الله. ناس خويا بس ربنا بعته لينا كده يعني سبحان الله يعني. الله يكرمك يا عم عنتر، تعبناك معانا والله. بلنزية صاحبي بلنزية. الله يكرمك الله يكرمك. اخ معتصم المصور بتاع النهارده. هلا والله حبيبي كيف؟ خلاص الحمد لله خلصنا على خير. عيدكم مبارك وسر اليمن والجزائر. حبيبي الدول العربية والدول العربية. عيد مبارك على الجميع باذن الله. وبالاخص فلسطين. الله تحية فلسطين حبيبنا. عاش فلسطين حبا. بس يا سيدي وكده خلاص كنت دايما نشوفها خلصنا. هنطلع دلوقتي بقى نشوف هنعمل ايه في اللحمه دي، ننضفها ازاي، نظبط الدنيا وربنا كريم. شوف لك روسية بركة تنظفها. شوف لك على كرشة تنظفها. مستحيل تلاقي روسيا تنظف لك الكرش يا عم عنتر، والله الموضوع هيكون صعب. بس يلا الحمد لله ممكن نقف هنا سنة يا ربي ساعة. يلا الله يكرمك. يلا شباب السلام عليكم. ما انا راح اروح